اتعرفت عليه صدفة، لما الشخص ده معاك في الميديا او في شغل او في حاجة او جار ليك مثلا، لان واضح ان الشخص ده يعني بيتخيلك طول الوقت. مش انا لسه بقولك معاك في حاجة، ممكن يكون معاك على النت برضه. معجب قوي بيك الشخص ده. طب ليه معجب بيك؟ لان هو شايفك ان انت يعني جامده موت الصراحه، يعني انت فيك كل الحاجات اللي كان بيتمنى ان يقابلها، ولكن هو مصدوم ومنبهر بيكي لان هو شاف فيكي كل حاجه. شاف فيكي الجمال، الرقه، شايف فيكي الدلع، شايف فيكي الثقه في النفس، شايف فيكي انك انتي عندك كاريزما. ممكن يكون اي حد يشوفك يعجب بيكي عشان انتي كاريزما. حتى ممكن يكون الشخص ده يعني بينه وبين نفسه قاعد مركز في تفاصيلك. يعني انا شايف ان الشخص ده ما كانش بيعبر، بس هو دلوقتي افتكر بينه وبين نفسه ويكلم نفسه عنك، وبيعجبه قوي عيونك. الشخص ده ممكن تكون عيونك ملونة، او انتي بتحط لينسز، او انتي ممكن تكوني مهتمة برسمة عيونك، لان واضح ان الشخص دوت عاجبه قوي العيون بتاعتك، ملامح وشك بيبي فيس. ممكن كمان يكون مش باين عليك عمرك يا صاحب الطاقة دي. فالشخص ده يعني ما بيشوفك كده تحس ان هو يعني بينبهر، او تلاقيه مركز معاك قوي، او تلاقيه مثلا ان هو يقعد يبص على صورك. هو دلوقتي في طاقة ان هو قاعد بيبص على تفاصيلك، صورك، لو انت حاطط صورة على السوشيال ميديا، او انت كنت بتبعت له صور، او هو قاعد مع نفسه صورتك ما فرقتش خياله او تفكيره. دي طاقته. فواضح ان الشخص ده يعني هيتجنن عليك في الوقت الحالي. طيب ليه الشخص ده مش عايز يصرح لك؟ لاني انا فعلا شايفه ان انت بتتعامل مع شخصيه غامضه، وغموضها سر جاذبيتها. بمعنى ان انت بتتعامل مع الشخص ده اللي عاجبك فيه غموضه. هتقولي ازاي يا جودي؟ هقولك الشخص ده على قد ما هو غامض، بس على صورك، لو انت حاطط صورة على السوشيال ميديا، او انت كنت بتبعت له صور، او هو قاعد مع نفسه صورتك ما فرقتش خياله او تفكيره. دي طاقته. فواضح ان الشخص ده يعني هيتجنن عليك في الوقت الحالي. طيب ليه الشخص ده مش عايز يصرح لك؟ لاني انا فعلا شايفه ان انت بتتعامل مع شخصيه غامضه، وغموضها سر جاذبيتها. بمعنى ان انت بتتعامل مع الشخص ده اللي عاجبك فيه غموضه. هتقولي ازاي يا جودي؟ هقولك الشخص ده على قد ما هو غامض، بس على قد ما هو يعني كاريزما في الحته دي. يعني ممكن كاريزمته في الغموض، في ان هو مش واضح، في تقله. مع انه ممكن يكونش شكلا حلو، هو ممكن ما يكونش حلو قوي، بس هو تقله والكاريزما اللي هو فيه مخليه كده عنده يعني سحر خاص، عنده مثلا يعني اهتمام خاص، كاريزما خاصة. فاهمني؟ فواضح ان الشخص دوت يعني الميزة بتاعته ان هو تقيل وما بيعبرش بسهولة، لان واضح ان الشخص ده مش قايل لك مشاعره، مخبي عليك مشاعره. بص، مخبي عليك مشاعره، ومخبي عليك ان هو عايز يتجوزك او يكون معاك في علاقة. لسه بقول لك ايه، بص طاقته. بس هو ليه شايفك ان انت عندك علاقة، او شايف ان انت ممكن تكون مثلا منفصل؟ لان هو عايز يستغل فرصة يا صاحب الطاقة دي، او شايفك لوحدك. بس لو شايفك في علاقة انت خارج منها، يعني عشان اكون صريحة معاك. تمام؟ هو ممكن يكون عنده علاقة، وممكن يكون حد عنده واقف في العلاقة، او في اختلافات ما بينكم. بس انا شايفاه ان هو عايز يستغل الفرصة ان يكون معاك قبل ما حد يجي يدخل حياتك انت، او ياخدك منه. فاهمني؟ يبقى معاك زي ما يكون الشخص ده شايفك انك انت يعني بتعامله معاملة غريبة، اكنك ما تعرفهوش،
او انت شايف ان هو يستحق ان يتعامل بالمعاملة دي. انا شايفة دي طاقته. واضح ان الشخص ده عنده انجذاب قوي ناحيتك، يعني شايفك حاجة ما جاتش وما حصلتش بصراحة. كتير شايفك ان انت جميلة، شايفك انك انت عجباه قوي كستايلك، كطريقتك، كسكوتك، كصمتك، حتى شغله قوي. يعني هو حاسس خلاص ان انت مكانتك اتغيرت، حتى قلبك ومشاعرك اتغيرت من ناحيته. وبصراحة انت عندك حق، يعني يستاهل ان هو يعيش في طاقة الحيرة والندم دي. خلينا نكمل. هو بص عايز يجي لك في الفالنتين اللي بعدكم، هيكلمكم في الفالنتين الشخص ده، او هيتواصل معاك، يعتذر، يعبر عن مشاعره. يعني لو انت بتسمع لحد مستنيه يتكلم او ياخد خطوة او ان هو يعترف بمشاعره، هيحصل لانه مش هيسيبك. صح، كلمني وحكيت معاه ببرود. شفتوا؟ عشان انا بقولك انت المرة دي اخدت قرار. بنات هو اللايف ماله كده؟ انا مش شايفاكم مقدريني خالص بجد يعني. بس هو انا ليه دايما افتح الطاقه الاقيكم في بعد؟ في ايه معاكم؟ شايفك ازاي الشخص ده دلوقتي؟ خليني اشوف شايفك ازاي. احنا عرفنا هو بيفكر فيك ازاي. ياه، ده هو شايف انك انت توقع اي حد في حبك. يعني واضح ان هو شايفك شخص very attraction، شخص كتير جذاب، كتير ملفت، اي حد يتشدلك كده في وقتها. يعني واضح ان الشخص ده عنده غيرة عليك من اللي حواليك. شايفك انك انت طلقة، يعني مفيش منك، بتمشي على الارض كده بتلفت الانظار،